شلام عموخن خزيانا المقرب كل دو كتئيتن صورا تاويتن بكل طوتا وبسيموثا مدري بهاوخ عموخن واها خلقتا خثا من خرزة سوادا ديلانايا درشخ جاوا بدخا جغلاخ مجالخ مجال رابا بسيمة هاوت إيلي أمنا الفن جوانايث وبيما تخبايث المسرح تحديدا مبقانوثة وممثلتا إخراج وتمثيل كتآها جغلاها مجال إلى خمجال رابا قريوة من خيوثة ورابا معبذانوثة جو خيوثة عمن إلى أرخى ميقرأ تربيايا وأمانة جو مبقتا وممثلانوثة يقرأ وسام نوح كل قارم قبل خلق بشينا رابي وسام باها سوادا ديلانايا بشينا جو خرابي بشينا كل برنامج ديوخو بشينا بقناة هاو طرابة بسيمة جو سي في دم يقروثوخ شربت خيه السيرة الذاتية غزالي تطلخ بكالوريوس أمني شابيرة فنون جميلة نعم. لخا بقارة قماي بهاوي شوراي البدايات إيوا تقليدية أنه موهوتها يعني موهبة وباريوثة وبعدين بيشام طورنتا تسقل بالدراسة الأكاديمية إيوا موهوتة باريوثة والدراسة الأكاديمية ثلك تحصيل حاصل مثلا معدل بيئة عشلي بقاوح أنا وخوروات إثوالي بصراحة مغيرها فكري الاتجاه ذيك بينو زويل أنا اتجاهي حقيقة الهندسة ولين وطالب شاطر يعني وقد بس لكن هذا خياوة يعني فكري هذا خياوة رغبتي هذا خياوة يعني نشواذي هم هذا بإيوة لكن إيجاها بشلي لي هذا خرواثة وبقى مدرسة دي ثوابخها توجه ثقافي إبداعي يعني أخني مدرسة بأو وقت بسبعينيات القرن والثمانينات بصراحة ثمانينيات القرن الماضي اتوخذ حركة ثقافية ربط حيل المدرسة حركة ثقافية وأنا خوراوثة كم شوقيلي دم غير فكري من اتجاه الهندسة علمي. إلى اتجاه الفن فقراءتي المتكررة في المكتبات واقتناء الكتب ديك شقنوها أني أيضا عامل مساعد إلى وأنا أيضا شعرون وبروخي إتلي إغذى موهبة بيئن دي بشغل اللح فقاعد خرواثا نزلها المعهد الفنون الجميلة وتحديدا نزلها المسرح بيشتن أخني من الأشخاص المتابعين دغدلها وأخنيها قبلا مدرسة دي أخوة مناسبات ديك حاصلوا مدرسة كود أخوة مسرحيات زوري وكمثل أخوة بقوه ومخرج أخوة أنا بصراحة مغيرها اتجاهي وشوق أنه وشعيري أنه فعلا أنا لي موهبة بهذا جانب بجانب التمثيل يعني آية موهبة أيضا وهذا وسط خازت لي وسط مغري لشاغل وخزال الحقي لأنه ناشي خيار هيك بايش إلو بايش ناشي فارق عن ناشي اعتيادي لأنه بايش تغذي كمي في الهدف في المرمى ففيش لي توجه الزالي الفنون الجميلة لما عرضت نشواتي أكيد هذا خمندي كتير له ووقت أحلم بلطوالي معدل الموبلي الهندسة دغدي وفكري أنا قم لي زل مقدم لي كلية الفنون الجميلة ببغداد وكم قبلي لي أكيد هذه موهبة إثوالي ودراسة ديش قلي قلة وكم يعني كم مطيال لخا مستوى معين ورخش لي بهذه أرخا والحمد لله والشكر ده طيلا هذا يومك يخ منطق ناشي لهذه أرخا برافو صباي خيري خير بخير تعالى أنا رابي مقربين أذن اختزال البث عدان الدواء خرزة قدايا ما زلت روختها مسيرة طويلة دم يقروثخ قنية الدمايوثة عضوية خمنيانة من شتاسة عدد من المؤسسات وأيضا درغ مواقع خينة إيبوخ أودتو طالن استعراض يعني أكيد أنا بحياتي مواقع ليه وخمندي مهم وهلده هلك لأن خمندي مهم بقدر ما دي المهم أنه تميت بهذا مجتمع ميت بهذه حياة أكيد يعني أنا عضو نقابة الفنانين العراقيين وعضو ومؤسس في فرقة مسرح قرقوش رئيس فرقة أول رابي هاوي أخسي بي قد يدي رئيس فرقة مسرح قرقوش لي كذا دورة طبعا
احد المهمين في مهرجان قراقوش للابداع السرياني، شارك لك عده مشاركات طبعا يعني في مهرجانات كثيره مسرحيه، نشد نشواثا او كان اني خنه. فاكيد يعني طبعا وده حاليا انا مدير معهد فنون الجميله بغداديين. اني مواقع انا هنا يعني حقيقه يعني بس أرد ما أرد خنة وأرخدك ديت إريا حايد هذه أخني كذا يعني أخني الفن أهو النقطة انطلاق مهمة لحل قضايا، لأن أخني كشعب لن أيضا قضايا مجموعة قضايا وكي تخاز دخيلة وضع خاصة في العراق. فأخني لازم المنتج خجيل الطائن هذه قضية ودقارب قاوح ودي مشاغل اللح رابد واستطراب شرار صورا منتيثا أب قدوة جانب رابي يقرأ هذا دارخل شراي للبدايات بيما المسرح ممثلته مبقانوثا تمثيلا وإخراجا انتخرد مائي ونسيون تجارب قماية أعمال قماية ونيخة بآثخ الآخر أعمالك وأبرز أعمالك وما أتلون تقييمات يعني شهادات جوائز. طبعا اكيد اخني تاريخ طويل بادخ نهايات السبعينيات كتب ديلا مسرحيات بسيطة عن قضية فلسطينية أو أبدا تحيا الأشجار ضرابي شاكر سيفو ورحلة يوشيا ضرابي طلال ألم حاسيلة. يعني أخني أني يمكن بداياتي ونهاية السبعينيات القرن الماضي. سبب في بداية السبعينيات بلطوالي أوبوس قانا قرار منح الحقوق الثقافية خشوة بداية السبعينيات هو بداية السبعينيات وبديلا حركة حقيقة يعني أخني ضدك كما منه بداية إثوغ حركة كلش ربثة ببغداد حركة ثقافية يعني إثوى رموز موصل أنهقت هذه حركة ومشكورين كلها يعني خمنة شاعر معنا الجبوري أهو كلها أني شعراء دتلن يعني خريجين دي دحين بصراحة أهو أريل بث. فبداياتي أهيا ويمكن أول مسرحية وخني ناشي مبتدئين أهيا أبدا تحيا الأشجار وحقيقة يعني ليه دور زورة بقاوح دور رابع ورحلة يوشيا أيضا دور بطولة وبعدين طبعا بالثمانينات اجهد زلنا الكلية الفنون الجميلة بيش شوبا مختلف بيش خلنا مسرحيات خلنا طعلياثة يعني مثلا الخليقة البابلية طائر النورس لعبة حلم وتجربة مسرحية مع يعني ناشي رابد التدوكب مسرح العراقي وأنا صلاح القصبي لدكتور عوني كرومي لشفيق المهدي وأني يعني كلها أني تأثير رابب تكوين الشخصية وباتجاها وتوجها حقيقة يعني. فبعدين طبعا قاعد خلصنا كلية اكيد اثوى وكذا يعني عراق عشت فترة حرب طويلة جدا. بعدين مفتكرا اخني كشباب بصراحة دي اخوة اخا انا ورابي ثامر رابي عماد رابي عامر خا اكمم شبابي رابي سمير مفتكرا انه اخني صارت بيش خادخ يعني لازم تاويلا ذا مؤسسة وإن بدي زرتها طبعا أخني إيتا لم قصيرة مشغلا بإيتا حيل وإيتا داعمة يا وغدالا مشغلا مسرحيات دينية مشغلا مسرحيات اجتماعية لكن مش ليوان هم رابع أهل أنه دو دخلا غدا فرقة مسرحية وأهي طبعا في 1990 طبعا مؤسس لفرقة مسرح قراقوش على أيدي عماد ووسام وعامر وحنان شماني كبن تخت شماني ثامر ميخائيل سمير يعقوب حازم مرزينة طلال حبيب وإخلاص ماتي أني أني إسلام أكيد إسلام وإقارة ده كله أني هي والنواة الأولى ده فرقة مسرح بديلا يعني مذكرا ب 91 أول مسرحية ده هذه فرقة أهلها طلوع القمر الليدي غريغوري إخراج سمير يعقوب تمثيل وسام نوح أنا ورابي ثامر طبعا هذا أول عمل بلطلن بقاوح الجمهور
بقاعة بيت قاشة وقاعة طبعا لثوا بلا شبابي لثوا بشمندي يعني بعد أخوة حتى مسرح دي قدانه ولثوا ليوا حتى شيء أشياء طبعا يعني كثر ما دثولا رغبة أن دؤدخ خمندي كم شغله أخوة من لا شيء كود أخوة شيء مسرح يعني شباب كلثة ولا جام كم سيكخ بخشب كم ودخل قاعة في سبيل دودخ عرض وهكذا طبعا رخشتن بشطلة بشي مسرحيات بفرح بشراب ابتهال القمر وغير ابتهال القمر طبعا أنا في بداياتي طبعا لم شغل لي إخراج أكيد شو بشغل ما بس تمثيل مرابي سمير رابي حنا أني ومخرجين فرق المسرح كتاب ديدا أني هو استاذ طلال وثوانا طبعا اكيد معتندخوا قسم مسرحيات عالميه ابراهيم جولان احد الكتاب كذا اخوه اعداد مسرحيات عالميه لكن كان اثوى مسرحيه ودلا تحول وهي اول عرض مسرحي فرقه مسرح قرقوش بسورة هي مسرحيه ضرابي طلال حتى شمع نشيلي طبعا اكيد طبعا يعني هذه مسرحيه يمكن يبدا منه ودلا ثوره كل شربتها اخر بغدادي وعرض ديدح مستمره اكثر من شهر عرض طبعا مسرحيه كوميديه مستهدفه قضايا اجتماعيه دماثه انهن قواره وهواله وشقاله واني بخا اسلوب كوميدي طبعا مخرج دي حرابي حنيوه وكي كمان منخ يعني بشلان شهر عرض كامل واكثر من شهر ده هذه مسرحيه وبعدين بدي له مسرحيه الجور شوما وهكذا برستا الى ان يعني 95 96 انا مفتكر بيشن مخرج حقيقه بدي لي بخا اكمل مسرحيات وبعدين رخشت لي ما بين الاخراج والتمثيل كمثلا مرابي حنا مرابي سمير وايضا كمخرجين فيش لي اكثر من شخص كم شاغل اخراج في الفرقه وهو هذا من دي مهم لانه خازت 3 رؤى 3 افكار 3 وهكذا طبعا ومعتمد اخوه حيل حقيقه اخني على النص المكتوب محلي يعني يبن دمخ اخني كمسرح سرياني في بهذه ماثا بديله مسرح يد رخموثه داثي ببالي شمح رخموثه رابي طلال الام حاسيله ورابي حنا هذه يمكن ابن دمخله يعني اول مسرحيه متكامله اثواب حيله انه كان كتابة كان نصا وموضوع انطلاقة الحقيقية هذا مسرح سرياني ولو اخني نكاثخ محكخ عن مسرح سرياني لتلن ما يسمى بالمسرح السرياني مسرح سرياني لانه اخني نقل عن تجارب ديدا العربية وتجارب العالمية الى هذا مسرح يعني ليه تجربة سبيثة حتى دمخ اتلن مسرح سرياني ايث مسرح سرياني ليلة اللغة رخوذح يعني تونيثا ليلة اللغة كافية عندما ايث مسرح سرياني ولا الى اخراج ولا الى حيله من ديان يعني اولا مخرج وادواته الفلكلور تاريخ اللغه التراث الممثل ادواته موسيقى ديدوخ مستنبطه من موضوع وليس موضوع عام موضوع قضيتك وقضيه فمسرحيات حيلنا حقيقه الان لك حضري لي شمانه الى ان انماطخ هذه فتره فبشليلي يعني خسيفي كل شرابه في العمل المسرحي سواء على مستوى التمثيل او على مستوى الاخراج هذا بالنسبه للمسرح رابا صبيرابي وخمان هرتا طوتا وبسمتا شرح وافي بوت ما زلت او مشوار مسرحي دم يقروثخ جو قغلى مجال التلفزيون سينما التخم شوتا بياثا مساهمات يعني ليلة شو برابة بالتلفزيون وبسينما يعني بس اتلي خاك يعني انا بلخلي مرابي ريكاردوس تري افلام طويله طبعا وعرضت كم قشيه شعب دي عرضت بامريكا عرضت باخم 5 افلام قصيره جدا حقيقه فرق المسرح وقسم حتى في قناه المدى تلفزيون نبليخها يعني تقريبا 30 حلقة مشاهد خاصة بدا برنامج رمضانيات بدا قناة المدى شو بتلفزيون وبسينما بمتعة
بس ليه لا متعن مسرح؟ يعني انا مستهوي لي مسرح مش حلم تلفزيون خيط الى حي مو بس لانه حي، ايه طبعا حي، وايبه فتره عمل يمكن اكثر طويله له. يعني اخلي مشهد بمسرح يوميه قشخ لي، يوميه قاعد اخلي يوميه كيف ملاحظات اللي في التلفزيون مره مرتين وخلاص. يعني بلا تلفزيون احترافيه عاليه حتى دلبشت عيد وعيد وعيد. المسرح تفاعلي مع الجمهور مباشرة. السينما كودت وعبرت حتى أحيانا يعني لك يلوخ تصور رابع عن الحلقة دخبلتها، لأنه أيد كودت مشاهد، وأنا مشاهد كيالي حيل بتغيرات له وحيل أمور له، لكن أيضا بسيمة شوي لا يقولها قي، لأنه يبو بفترة قصيرة جدا دودت قضية والمنطق لا أخلي في الأفلام القصيرة حقيقة بشغلنا ليه كلها لقضية معينة، يعني قضية. والفيلم القصير قي أنا كاجب لي بشحيله لأنه يبي رسالة سريعة وقوية. ليه لما الفيلم الطويل؟ الفيلم الطويل يبي نفس الرسالة ديك منطق له فيلم القصير لكن بتفاصيل أكثر. بالفيلم القصير لك جلد بثر تفاصيل كثيرة مباشر كماطة الهدف ديوخ حتى المنطق له رسالة سريعة. أخني بهذا الزمن حقيقة ناشي لنا لت وقت فراغ بعد زمن عولمة السرعة لبش ليه وقت فراغ دت في قشي شآثة، يعني ممكن نعطي نفس الرسالة. يعني ده أخذت مثلا ليلة اعتراض على المسلسلات التركية أنا يعني 600 حلقة في رسالة ليلة، يعني ممكن أن تصل ب30 حلقة هذا رسالة. لكن أخني أنا كين كامل خاني أفلام قصيرة لأهداف معينة، سواء كانت معالجة نزاعات معينة أو هدف إيصال. يعني مثلا يوم دود لنا فيلم المعلم دار دور، يعني أخني هدفا أنه ناشد دائري الماثته، يعني أول ما دثيل للماثة وزيلا أنا قدان وفل شيء أنا شوارع أوبرا أنا بثواثة يقيدة، يعني حقيقة حصل لنا صدمة لا طبيعية. فمحرك لنا هذا موضوع ومشغلنا فيلم شمح دار دور، يعني بداية التعلم. دخ يا المعلم الصف خازيل كولو أوبرا كولو وراقة كول لك ماهي ودخ قبادة أهو ذاتح معلم كاول درس دناشي انه دخ كود خلاص متبادل بيثح كانش ومناظف ومولب فرسالة سريعة وقصر في المسرح رسالة يعني إثمت على متناهية. رابص باي واي وان سزغوري وان اتفق كمتلقي من يقرأ تخل دية تخمنتا أنا متفق وين وخشون أول شراحة مقرول خرابي أمانا يقرأ ممكن قم يوت لي جواب هنا السؤال كبنون بقرا وادان انه اخنا نتن بيما مسرح تلفزيون سينما تمثيل اخراج. نعم اني من دنا مجالات بشرها بك خازت قانون قاوي شعرت بلذة، شعرت انه دا تعبر عن ذاتك عن موهبه التوخ اكيد بامرت مسرح خشون صبنا. بالنسبه للاخراج والتمثيل اخراج انا ثروتني هيك جبيلي يعني تمثيل واخراج، لكن اخراج بمساحة أكثر دبراسة فكر. يعني أهت مكوت مخرج يعني ليه بدأ ملغ أنا مخرج ليه بدأ ملغ لين ديكتاتور لا ديكتاتورين في العمل المسرحي قي لأنه يتلي فكرة في بالي بين ماطن إلح أنا إيبي كمخرج إيبي تيوم فكرة، بس كممثل إيبي تيوم فكرة في الدور وأهو كمواجه لي المخرج أيضا يقودي محددين، ولهذا أنا خازن روحي في الإخراج وفي المسرح. إذخا عملة عمل رابة التخي قارة بصيخة وتقاوي تعتز بي وتعتبره نسخانة نجاح كبير وتمانية أوذت إهداء المالي طالو دهن ودل إهداء شخص أو جهة. أهو صراحة يعني أنا لك نخبن بتاريخي، يعني هذه تشعيثة تاريخي لا لك نخبن بقاوح كلها أعمال بشغلي بقوها يعني ثلها مستويات معينة اتلي عمل يمكن أنا كمشاغلني لك من نخمل شمح وإنا بوقت أحلق باللي دار نشمي اللح أنا كلها أعمالي تقريبا يعني أصفها يعني كما وصفني أنا أنه بديلي، لكن بديلي كسقن هيدي ولهذا لين معترض حتى الأول عمل لا من شلت أي شلت أي سلسلة
دهن لق بيت أمرت شمه وبدانا لدريلوخ اللي شموخ تمام السبب يعني في له عمل سريع جدا مفروض واللي بشاغلنا هذا يعني بيتو بصيخة بقاوة لا حيل مفروض عليك ايه يعني خور انا نزولا تحت رغبة انا شو لي وتواضعا لا نزولا تحت رغبة شخص اعتز بقاوح انا وبإيلي مشاغلنا هذا عمل لمشاركة معينة بشاغلنا حتى العرض لزلي انا يعني لو شو لبغداد هو عرض بغير دوكا انا تخمدي خلنا وين وكدار خل ششلت محكي اما كلها انا مسرحياتي كلها كراخمني كلها كراخمني وكلها كجم يعني كجم إيث إخداء خا بضرء زورك عسقنا بعد آخرته يعني هذه دكتيا بطر آية آخرته إيبا خمندي بزيودة إيبا إضافة إيبا هنا لكن كلها بنضج لكن يعني ثوى مسرحية يعني مقامات بغدادية حقيقة في حين أحكم قد مخلى أهي بمناسبة مرور عام على رحيل الفنان الكبير لوثر إيشو آدم إهدائية وطالح طبعا أكيد والعمل يعني أهو متميز وحتى على مستوى الكتابة رابي جوزيف حنا هو الكاتب من مسرحية مقامات بغدادية شغل كادر تفرق المسرح مني مسرحية حقيقة حقق لها نجاحات كلش كبيرة على المستوى الفني وعلى المستوى الفلسفي يعني حقيقة اعتز بقاوح ضدك معتزن اخر عمل ده هذا بلخلي انا حقيقة تقريبا كل من انتاج بنات افكاري ويعني مجرد انا شقلي الشكل العام من عرض مسرح من مسرحية مكتوبة لأحد الكتاب العالمين كارثة اشقلي الشكل العام للعرض المسرحي لكن انا بني العرض المسرحي الخاص بقاوي وكمسامينها ميم مسرحية ميم وعرضت قبل أشهر في معهد الفنون الجميلة في مهرجان المسرح مهرجان المعهد الفنون الجميلة الأول مسرحية طبعا صامتة لبا حوار بدون حوار لا لكن حقيقة ثوابا شولا كلش اختيارها حاليا أنا كي بلخن لي مسرحية دينية لا إيث مهرجان في النجف يعني لازم مشاركة خبقاوح مع عهد الفنون كلها مشاركة في عروض مسرحية دينية أنا حقيقة كلفنا أخني يعني طلاب أهو شمد مسابقة النص القرآني لكن في حينه مدير عام إعداد وتدريب خبير صديقي رابي عماد سالم ججو مدير عام مدير عام الدراسة السريانية كما مير لازم معهد الفنون الجميلة وأستاذ وسام لازم بالغ عمل مسرحي عن عيسى المسيح فكماميري رابي عماد كماميري انا يولي تونيثا بعد ما دمت هذا وخلاص اكيد فانا ملتزم لهذا عمل وداخل يخ نطرخ طيلا الى النهايات وان شاء الله بزالا بعد عرض الى مدينه كربلاء الى خير ترى من تيخا اخنا دانت تسجيل هذه حلقه يوقعوا بدايات النصف الثاني من شيت ترالبي وثلاثه وسري ثلاثه قد خزيانا يذي قد خزيله خلقتها ان محاور حكايه بقى ورابي بلطخ باصولا كريا من يختو بثرادخ رجعوا هذا خولا بيدو خي المتكي بيتي بس مرابي خزيانا يقربها ولا خباصولا كريا وخرثه بالدهرخ بوشن عمان مدري ديارخ عموخن خزيانا حبيويل تمام تسامة ريانا من خلقت خرزة سوادة دي لنا كد أرخني لأمانة ريشايد جو جغلت بيما مسرح ممثلانوثة ومبقانوثة تمثيلا وإخراجا ميقرأ وسام نوح رابي ميقرأ ديرخ ملوت بيما مسرح العقود السابقة وخشون شراية تاوي سبعينات نهاية الستينات سبعينات وهالقديم يوما وهمونة بأمرت لي جو سبعينات بش إيوة وبش طاوة وبش إثوة وبش
لأن شنو خرايق أنا أتوقع يعني ما دا أخذ الجواب بس بين حاكت لان باسدي وبعدين باثخ التفاصيل خلنا مسرح قو عراق قوانا وقو منطقة طبعا يعني اهو ستينيات وسبعينيات وثمانينيات مسرح في العراق يعني متقدم وحتى يعني بدايات تسعينيات اثوى ثورة بريلا نتيجة أو كم من الأساتذة دبلطة كله الخارج ومثيه شهادات ألمانيا بولندا وروسيا اثوى تنوع في الدراسة بآية فترة يعني أخني مناشي يلبلن الإداثة آني ديوزيل بفترة الستينات والسبعينات حقيقة اثوى مسرح اثوى بالتزام مسرح قضية مو ليث مسرح دها إيث مسرح بس أجواء مشحونين دكشوقي مسرح ليثي مسرح السبعينات متقدمي والثمانينات أيضا متقدمي طبعا أخذ إن كانت العراق كنت فترة بتخازت يعني المسرح اتجاهات يحميه يعني الثمانينات بشوالة تعبوي اثوى طبعا حرب موجودة 8 شنة فأكيد المسرح التعبوي كشاقل طبعا كشاقل شو برابة قيل انه بيتقبل وبيتلقى مثل انه هذا هنا لكن الى جانب هذا اثوى مسرح تجريبي عراقي متقدم جدا طبعا كان ولا يزال وسيبقى العراق على مستوى الوطن العربي متقدم مسرح طبعا هذا شيء لا يقبل الجدل دغدي كما منه ايكي وسبب اثوى ناشي حيله خريجي معاهد فنون الجميله في العراق وكليه الفنون الجميله زلها درس البراي وفيه تجارب متنوعه جدا يعني ذكر قسم من الاسماء مثلا فاضل خليل صلاح القصب عوني كرومي كثيرين يعني حيل يوسف العاني اني كلهم فيه تجارب وخلق تجارب ليه انها ايضا هذا تجربه ذروخ مسرح دها بعراق بهذه فتره لك مخخني يحتضر لك صار دمخ ليث مسرح يحتضر إن كيف غدا مسرحيه تعرض سنويا هذه مسرحيه اي بخير اذا المسرح بخير إذا قبل خشون ايث قصه محاولات بعض الفروق ايث طبعا اكيد ايث طبعا انس عبد الصمد كده بالغ كبيره على مستوى عالمي لكم مشاغل طبعا ايث قسم من العروض المسرحيه ترقى الى عروض متميزه وايث عروض طبعا لينا لكن اخني لا يغضد عروض كل انواع العروض مطلوبه لانه ايضا على المستوى الشعبي اتلخ تنوع ايث يعني في زمن امريكا ميوا هذا مسرح الراقص لا هذا مسرح الراقص اتله طبقتح اكيد ايضا اثوى القضيه كيوك طارح قضيه ليخ ضد هذا لكن ضد اسفاف دك زايد وعن حد حوار المسرح رساله لي في كل العروض المسرحيه العراقيه ايث رسائل لكن ايث رساله عن رساله ايث قسم منها قبلطي خناوك ارقي الى جانب الربح المالي يعني يجي لي بثر تجاري كم سامخ والي في حين تجاري وهل دها ايثو وهل دها اخني سنيقي اخلي هذا مسرح قيلي انه اذا حيلنا شي محتاجين الا اخلي لك صارت حرمخ اي طبقه مش لكن اخني في نفس الوقت متى ايث ضخ هذا نوع من المسارح ايث بصبح من حكراخش خلنا نوع من المسرح على الاقل ان كاو كد تفترة كزبخلا مثلا خا عدد مئات من الجمهور داوا مسرح كمحاول الى الجيبن اذا هذا مكسبي له وهذا حصل ثورات في العالم المسرح هذا كاو التغيير بناشي انا ليه بيغذى مسرحيه دم غير الناشي كله وداثي كله بيشي ناشي واعين ومستوى عالي من الفكر وجيل المسرح بفلسفه وبفكر لا ماشي اخني في عيشه في مجتمع بسيط يا مجتمع العراقي مجتمع متوسط فيما مضى كان ثقافته مش حلية ومن دها ثقافه يعني اخني مدمخ ثقافه مدمخ يعني المستوى المتوسط يعني المتوسط من كيف طبقه مثقفه متوسطه متولخ طبقه متوسطه حيله لكن اخني المتدنيه ده حيله ولهذا اخني سنيقي يخلى هذا مسرح بلكي اضطرابات وانشغالات الحياه ليه بس هذه
واخني يعني اخني هذا التفكك دي الحصيله بمجتمع كل مله تفكك داخله. هذا تفكك اللي كمدر ناشي البصره بشحاله. هذه يعني اني وسائل تخريب البشر. ايوه تقييم بسيمه بوت مسرح عراقي دا يبين امرا هر ايام طيمنتها هر هذه تقييم مسرح عمان اخنا شعب ديد سوراي امر كل دنا تسميات محترمه كلها كالداي سوراي اثراي مسرح سوراي من شويه ولد يوم ابل ماست كريوثه تقييمك يعني إيث حيل محاولات بهذا مسرح اثواء محاولات يعني ناشي مشغلها شو برابة بهذا شولا وإيث بلخ طبعا بسورث وإيث بلخ بعربي. طبعا أخني مشكلة التنمية وحيل نقلاتك النخوة يعني ما تخوى مسرحيات مترجمة واخني هم كودخ سريانا قاي لانه اتلن ازمه الكاتب هذه في كل بدايه اي مسرح اذا ازمه الكاتب ايث كتاب لكن لينا انا كتاب منطيلوغ لنا مسرح عموما ازمه الكاتب ابكى لغه عربيه يعني بصوره تقصد له يعني جوانب بشكل عام بصورة اثوان ازمه الكاتب بصورة وهل ده عيشخ هذه ازمه ايت ليل متاويلوخ خليل معناها تحت كتاب انا خاء وتري وثلاثه لك هذه شو بدي لك هذه مسرح لك هذه بس يعني اخي بخلى متى حتى تايث تنافس حتى خد خير الخنا حتى مسرح دقاسق لازم تاويلو اسرك كتاب خمسة اسر كم نفسي تنوع وتنافس اذا اخني اتلان خاء وهرخ شروخ باش تنقل اهل ورك يخ معتمد اللح ورك الكاثو ورك يخ بشغله لكن مسرح جديد الليله كنطاور قي لانه كل بيشه بعد حدود هذا خاء تري او كنت منطقه اثواب خاء لا بش حيل خاء تري كان منطقة دي تري يعني منطقة مبخوتة هذا كلمة بعربي. فمسرح عمنا صراحة يعني اثواب عثرات اثواب كبوات واثواب يعني القش بلخ فترة طويلة كذا فرقة كذا مخرج كم شغلي طبعا حتى ده على مستوى المناطقية إذا فرق في المستويات يعني إذا فرق بين بغداد البرطل القش العنكاوة طبعا يعني اني المناطق بلخ مسرح انينا بغداد برطل القش عنكاوة اني المناطق اكثر وثوى فرق فعلا فرقة رسمية بغداد خشون محول لبش بغداد فرقة سوراي قبل خاوة أعمال بسورة بعد الأحداث اللي حصلت في المسرح جدا كبير بصراحة يعني أخني سنيقيخ الكتاب باش سنيقيخ أيضا إلى المخرجين بهذا وقت بعد يعني أخني لك صار ليث كامر أنا وليث غيري المسرح يعني انا ممكن بلطن من دي خاثه او اما بلط من دي خاثه متى اسرك مشغلي كلها نفس هذا بس لكن اذا خاء كلك بارس كلك كاوذ من دي خاثه هذه اخ بعدين اخنك يا اخي سنيق الخنا من دي يعني لتلن الناقد اهو ماك موثق لشعر ادب روايه قصه أكيد. مسرحيه النقد دي كاو متوازن مع العمليه اخي نفتقر اخني كشعب سوريا خناقد اتلان سورايا واهل رابي صباح هرمس رابي صباح بس هذا اتلان هذا يعني خازخ انه كاثو كمتابه وكنا هذا يعني ايتمد لها بالخنقات هم انا اكيد بيشت ما دكود تخشوت ودلوخه من ديرابه فمسرح اغني يعني اخني ليله مسرح متطور المسرح السرياني ها بس لكن ايضا يا عمك بشغل المسرح بغير لغه ايضا اتلان يعني اخني ان كما ايك بالدار خروخا في المسرح لا ليه خلق عمحي ليه خلق هذا يقو تقييم دم يقروثو قبيمة الجيب عمان سورايا تخيرو ثلاثة صرنا محاور كاثوة ومبقانا ما يركبوخ مبقانا طاوة ونقاط أكيد. اوكي انا بيوم بقرن بوت ترى محاور خلنا انا خزنو مهمة بنيانة تختار امر البنى التحتية كمسارح كقاعات وممثلانه مواهب مودي بدنا ترى محاور زي اخني اي ترى محاور دي محكي له بقوه يعني محور خاء اتلن حيل منح ومحور خاء نفتقر حديث لا كبناء محور خاء
ادت لن من حيل قلت لن مواهب حيل مواهب حيل قلت لن وقت لك سنقخ مواهب تمثيليه لك سنقخ قلت لن مواهب وصقلي قله ومستوعبي قله حيل قلت لن ده باذي ماثا يعني عدا خريجين يث اسري طلاثي كرخمي بس ما تبدي مشغلي وهكذا يثب عنكاو ويثب القش ويثب. لكن البنى التحتيه نفتقر الى البنى التحتيه أكيد. يمكن المسرح الوحيد دي ببنى تحتيه مسرحيه هنا مسرح اهل مسرح فرقه مسرح بغداد القرقوش بس هذا بنيه تحتيه تقريبا متكامله من قاعه من قاعه ضيوف قاعه من اضاءه الى ستيج الى مكان جلوس الجمهور الى اجهزه صوت واضاءه متكامله تقريبا. هذه بنيه تحتيه بس خشون بس بهذا مسرح بغداد اتلل. اما بقيه المسارح كلها تفتقر حتى الى البروجيكتور البسيط يعني خازق عروض بعنكاوه كذلك كم اجري من مؤسسات سينمائيه كم اجري هنا اجهزه اضاءه وايضا لك قاعه متكامله للعرض. فهذه هذا ايضا مهم لحيل يا اخي يعني أنا لازم ادرس شيء بالتوازي مع اني خدمه وضروري تتواجد البنيه التحتيه حتى تايثه يعني اي هم بيتلخ دوك اني خدت بقاحه دم شغلت العمل المسرحي ليله يوم وتري ليله التلفزيون اسبق لي قامي كاميرا مؤدي لي مشاديدي وعبري اكشن ستوب فيما لا اكشن ستوب فيما لا عيد لا أنا بيني قاعة مهيئة مكيفة مدعوث تمرين بقاوح ممثل تشاعر بارتياح تشاعر أنه فعلا المسرح الأخني كلنا أخ كوخ لو كوخ مدارس لو بقاعات النوادي ثقافية لنا قاعات مهيئة. إذن شعب طاقات كل شرابه ممكن أن تحصلي وقي أكل الأساس مش لتلن مشكله هيك النشواثه كان مناثه وكان اياه لت مشكله هيك النشوثه انزلها بلخم مسرح انت ممثلين ممثلات. فهذا مهم له هذا جانب اخني حيل مهم له رابط الست اذا ملوءه الى مدبرانايا ومالايا اداري ومالي وهي الى قرطقه والحال هذه جيبان حكمايه جهات حكوميه وزاره الثقافه لا مؤسسات خلنا سينما مسرح وشركه قاوت محكيه اخرى بدهن ميروخ ستوب كات اكشن عيد خلال الحديث سواذا ما يرقوا بقانوثه جو اخراج بشك خازت لجانوخ اما بش عسكر اخراج مسرحي تلفزيوني وقلت المره مسرحي لقصي الاخراج التلفزيوني لمسرحيه معينه اخراج مسرح مباشر صاب او الى خي خضريشه من جمهور كممثل انغلط ليثن ستوب وعيد وكمخرج ما بقى ذا حاله والتخ اخراج تلفزيوني وسينمائي اندر كنترول له غلط له ستوب عيد مقارنه يعني اهو في التلفزيون لا تلخ اي مشكله مشهد يقول لك بريل صبره على كذا بس في كل الاحوال يعني اسرع له في المسرح دماك مكثره خم تمثيل اخني تمارين اليوميه حتى تحصل تمكن. لكن إيث مسألة مهمة لازم دي هذه إلى كل خاء لحظة دك بلطة قمي جمهور للا لحظة اعتيادية. أنا بعد مرور 30 عرض مسرحي في كل عرض مسرحي أول ما دك بلطن لك حاصلي لي صدمة ولازم تون ديدن 15 الرقي فليلة هين بلاطة المسرح قمي جمهور مباشر أو الجلوس أمام كاميرا للتحدث لتقديم تهنئة خازت مشكلة بقاوح. فكيف ايت توت امام 300 400 شخص كلها عينيه ويثي هذا واهتك فاذا رهبه لا طبيعيه كيا الداخل ممثل وكو تاكد ممثل رابك او قراء البطل المسرح كو قراء الى ان إذا لحظه انكم عابره زله وبالتالي المخرج بحاله دخي كاوي تعامل دي مخرج طبعا لازم هاي كادر العمل قبل العرض نفسيا دلشا وقد دم حركي حيل اتوين مسترخي مستذكري هذا دائما اخني دائما كم حضره الممثل قبل بدايه مقايمه دي بدي مسرح مقايمه هذا سق المسرح انه دقاته مسترخي الطايم انح ومفتكر في العرض ولك مفتكر بهالنمدي وبنافس تنفس طبيعي ودياعل. اما في السينما اذا الخطا في المسرح خشوا
المسؤولية دي إلى سامازود الممثل قال كي دارك الأمور هاو إلى سرعة بديها هاو متمكن قد يغطي عليه صب ما بقانا مخرج لذبيذي لا بشي بداوت شو من دي رابص رابي سو هذا بسيمة وقدوا مجال بيمو ممثلانوثا مبقانوثا دير أمرا من سيفي من شربة خيدم يقرطوا سيرة ذاتية أنا أغزالي خنقزة إثوالو خدورخا شوتبت مشاركة جو مجالات النشاط المدني يعني أخ مخطانة مذينايا خشون كناشط مدني خانوا بذكريثة بدا وجا وقامت خثمة طبعا رابي قادر رجع لنا نخني كدت باثر داعش اجا فيلا باثر خرارته بعد التحرير خراب دي اثوى قاعد فيلا التحرير الخراب ليه بس بالبنية التحتية أنا مرة خرار ترابي أقصد تحرير بس اثوى خراب فعلا ايوه وبعدين بريله تحرير فقاعد فيله غزيله كل هذا خراب ليه بس في البنية التحتية خراب في الإنساني وأيضا فأهيت متايث ومتاويله تاوت أهيت فكره أنه أخ بيشوغ ضروري جدا سنقتي يعني عراق سنيقيله الاني ناشد اخذاني دايم فيتا حيل سنيقيله فاما تبيت اهد وكذا تخني شعب مشكلتنا كلها جنطتنا بيذا نخني على طول موضوع بس الهجره بس محتاج اخلا غذاء حجه غذا جت حزورته هن غلط اللي خد امرخ غذتني ثلاثه حتى هذه جنطتي كلها حاضر فيتن زي القاح هذه طبعا بصراحه انا كامنا عدم مسؤوليه أخني البياشة أخا مسؤولية له مسؤولية هذه تاريخ كل ذريعة حتى قرتت كل خمنا طاقة تحمل إيثي لكل البشر إيثي ناشي لثت طاقة تحمل نهائي رق زلها يعني ألا ومريم منها طبعا إن شاء الله باني خيه تامل لكن باخ تاوي عون دغدانا تاوي لب منن فكرة منن فإيقاد ثيلا نغزيلا كل هذا خراب ودخبت وبعد صدمة بيشرب ثيا وإيقا درجع لن وكل هذا خراب دي إثوى فناشي نفسيا تورها بشحيله فشغلنا هذا جانب وبعدين ها كاميرو انا دغبد عيش من دينا خضرواني دغبد عيش من هذا كبساحت لي هذا قنول بيتي هذا لكن ناي ما يودور دي اخو ما اخا انا شعيري انه ايث مسؤوليه كل يشرب ثلينا انه حتى المذيبخ هذا تلقى دي بين ثاني ناشي واخني وانه يعني كلنا نتلن اخطاء فحقيقه شغلي ميو بي بي كمنسق مركز الى منظمه يو بي بي ايطاليه لا طبعا هذه منظمه بشغلها بعراق من التسعينيات القرن الماضي يعني كيا جسر الى دها بشلا يو بي بي يعني جسر كيا جسر الى بغداد بشلا جسر الى العراق المهم يعني غزيلي انه لازم مشغله هذا جانب دي اولا انساني ثانيا جانب السلام يعني اهي لك عيشة الداخل بسلام لك يبخت بيش داخل فهذا حيل مهم وطبعا حيل ثوالا جماعة مخلب عربي التعايش السلمي حيل مهم وانه ناشد آثت فهمي انه اودي لبيشة اخر حتى من داني شوين النخراي يعني ليل بالضرورة كبداعشي لا لينا كله ناشي يمكن انهم اذيه في بعض الامور بش حيل منن بس اخني حساسية بش مفرطه الى بهذا الجانب لك من اخني له وضع قاسي لينا له مادم بلبريشن قصه ولا حيل رابعه لكن اخني ان باخذ عيشخ لازم نفتكر انه قبل اخذ عيشخ من داذا ومن داو واخني كذا كلنا خضرانا بهذه منطقه سهل نينا ما إيث يعني كذا ما خليطي له ما تجانسي له دخل بيئت تخلقت خناوة ذا خا من ديك جامعها يعني من ديك جامعها لأهو حقيقة التاريخ يعني هذا تاريخ رابدي ب 200 300 سنة بهذه المنطقة يعني انه إيث اقوام يمكن قبل 300 سنة ظهرها بهذه المنطقة فهذا يعني خا دافعي ودغدالي انه حتى ناشي جديدا لا ارقي لازم شغلا بهذا الجانب يعني حيلة مهمة وبالنسبة لهم شغلنا فعلا وذلن كذا وساطة سلام خاصة في باني قرى مثواثة عرباي ومثواثة الشبك وذلن مصالحة ربثة جدا بين 11 قرية يعني أنا يمكن المسؤول المركزي وأنا أحد الأشخاص المحركين ده هذا موضوع شغلنا نقلح فترة شهرين 3 إلى عندك كما يبدأ محقق لقاء ومصالحة وتوقيع وثيقة قناديل
حقيقة بين مجموعة قرى شبك على تركمان على عرب سن على شكنانة ده بيشتبين فأكيد يعني أنا هذا خمندي مهمة بالنسبة لي وطالة فعلا وبشرارة. وأنا نقيث نركز على مسألة أنه قد بارخ موقف سيء موضوع سيء ليلة دوس مو من الصحيح أنه شكله الكل بذنب لا الجزء. طبعا أكيد رابص رابي سواذا بسيمة وإنا مطايخ لختم تداخل أخثا محكيلا بأزبي ما مسرح إخراج وتمثيل سينما تلفزيون وقم ختم خلاب بنشاط دم يقرطخ في الجانب المدني قمت ختم خنيث خمم لا كلمة خريطة كبت أمرتها تفضل. يعني بصراحة أنا بأخني كاجب لأن تخازخ هذه قناة جديدة قناة السريانية تاويلة بشطة حيلة النطية الناشي جديدا الطعنة قضية وتويا صادقة بقى واحد شو تدخل طبعا أكيد كل عندنا قبل خبادي قناة أكيد التاويتو عون ده هذا الشعب دي لقبئي إيث حيلة منها لقبئة بلطي إيث حيلة فأختو تاويتو خا أساس خا منطلق د بيشة قضية حلتها عن طريق أخني كذا كلش رابع ما قديله إعلام ضروري ما قديله ضروري أنه يعني أختو إعلام تدخل لك بالغ الشعب ديا بقدر ما تبالغ للآخر حتى تفهم أنه أخني ما قد يخ ضروري دغدالة حت بيشخ منح لأنه أخني أساس هذا بلدي أخني بني لنا ثقافاته أخني مساهمين يا أخوة في كل دغد كمي في كل طابوقة كم داري لبقاوح سواء على المستوى الثقافي أو على المستوى الإنساني إن شاء الله بتقاشخوا دائما بريخه وعطاء ددخو حضرها أضرب بس مرابي إقارة وطالند ويلوخ عمان وقولة أوها ونيشان دميرخم يقروتخم جربخم خبطخم نسعى ونشتد لإيصال أي قرطة تربية ميقرأ التربوي الموقر وأمانة بمايا منثلانوثة ومبقانوثة الفنان المسرحي تمثيلا وإخراجا المعروف أكيد رابي ميقرأ وسام نوحة وطرابة بسيمة دويلوخ عمان كبيرة بشكل أخوة شينا بقاوه خزيانا ميقرأ بختناويتون بسيمة دويلاخون عمان صورا مقرولا كم يقرو ثوخن خا من دي موثرانا وهل خلق يا ثاثياني قبل خبا وقاران بوشون بشينا وشلاما